السلام عليكم الاخوه، تحيه لكم ومرحبا بكم في الحلقه ديال اليوم. الحلقه ديال اليوم بصراحه باش غادي نبدا بالمدرب ديال المنتخب ديال تنزانيا، اللي كان في الاول بغى يدير داك الضغط ياك. قالتي بانه المنتخب الوطني المغربي خسرنا الوقت فين نلعبوا الى اخره، وحنا لعبنا اليوم في تيران محايد و3-0. المستوى ديال الفرقه باين بانه كاين فوارق كبيره اللهم بارك، مهاريا تكتيكيا. ولو انه حتى المنتخب ديال تنزانيا اليوم راه كان منظم، لعب بطريقه اللي بصراحه ما كانتش خايبه. ولو انه المدرب ديال تنزانيا والطريقه اللي بصراحه اختار انه يلعب بها، انا عجباتني يلعبوا بديك الطريقه، على انهم حتى هما ياخذوا الكره يزيدوا بالليلين ديالهم، يديروا ديك التيكي تاكا والاستحواذ حتى هما عند اللاعبين ديال قلب الدفاع، ويبنيو الهجمه من الخلف باش يزيدوا البلوك ديالهم. وليد ركراكي من الاخر ما خسر والو على المدرب ديال تنزانيا، رجع له نظام لاعب اللي مولفين كنلعبوا به، حط له 4-1 اللي ان شاء الله غادي نمشيو التشكيله ونهضروا على الامور كامله. فناخذوا التشكيله بعدا اللي بدا بها وليد ركراكي، اللي هي هذه التشكيله فيها ياسين بونو، كذلك فيها اللاعب قلب الدفاع رومان سايس ونايف اكرد. فالركائز ديال الفرقه ما تبدلاتش من التشكيله 11 اللي كيعتمد عليهم وليد. التغيير الوحيد اللي كان ديال الشيبي بمكان اللاعب عطيه الله اللي كانت عنده واحد التقصيحه، بقيه اللاعبين كاملين لعبوا. والمفاجاه اللي كانت هي الزلزولي اللي دار مجهود طيب اليوم، غير هو الانهاء كيدير كل شيء الزلزولي، ولكن الانهاء في الاخر ما كانش كيكون بطريقه اللي هي مزيانه كيف ما كان خاصها تكون. عدلي وبوفال خلاهم الشوط الثاني والامور واضحه. عدلي خصو يدخلوا شي شويه في الايقاع ديال التباري بحكم انه كنعرفوا القصه شنو كان واقع. وكذلك نفس الامر بالنسبه لسفيان بوفال، اللي حتى هو كنعرفوا بانه كانت عنده اصابه في التشكيله 4-3-3 اللي كنا كنبنيو بها بطريقه واعره في الاداء وطريقه البناء ديال اللاعب ديالنا. وبالنسبه للنظام الدفاعي اللي كنا كنلعبوا فيه اللي كنا نلعبوا به ملي كانت كتضيع لنا الكره، كنا كنرجعوا لنظام لاعب زويون ديال 4-1 وكنا كنسحبوا المنتخب ديال الخصم تنزانيا يخرجوا لعندنا باش تبقى المساحه في الدار ديال اللاعبين ديالهم. وتلاحظوا بزاف ديال المرات لعبنا كواري مباشره في الدار ديال المدافع الايسر ديالهم، وكذلك في الدار ديال المدافع الايمن ديالهم. كاين اللي كيسول المنتخب ديال تنزانيا كيفاش لعب، فهم لعبوا بنظام لاعب اللي بدلوه من اخر مباراه ديال 4-5-1، لعبوا ب4-3-3 عاديه، ولكن في الحاله الدفاعيه كانوا كيلعبوا ب4-5-1. وكاين واحد النقاش اللي كيقول بانه ربما لعبوا بنظام لاعب ديال 5-4-1، ولكن كاين واحد الملاحظه، وهو انه اللاعب اللي هو رقم 20 اللي هو اللي خدا حمراء في المباراه ديال اليوم، هو اللي كان مكلف بالحراسه اللصيقه عز الدين أوناحي في الميليو كيوليو هما واقفين على شكل ديال 4-5-1. أوناحي كيدخل الانصاف لمساحته كيقرب من يوسف نصيري، هذاك رقم 20 نفسه كيرجع وكيوقف في الخط ديال اللاعبين ديال الدفاع، وكتعطينا داك التشكيل رسم تكتيكي مكون من 5-4-1. ولكن في الاصل هذاك المركز المركب ديال اللاعب ديال المنتخب ديال تنزانيا رقم 20 كان عنده دور انه يمشي مع أوناحي فيما وقف أوناحي. وشفنا مدى العنف اللي كان عند هاد اللاعبين هادو، والسبب واضح هو تعليمات ديال المدرب باش يوقفوا لنا اللاعبين المهاريين اللي ممكن انهم يعطيونا حل. لكن الحمد لله الاستراتيجيه ديال وليد الركراكي كانت مزيانه، سحب المنتخب ديال تنزانيا المنطقه ديالنا بنظام دفاعي ديالنا اللي نمشيو نشوفوا الصوره الثانيه اللي موجدين، طريقه ديال اللاعب اللي لعب بها وليد ركراكي، على انه خلى تنزانيا خلى لهم الكره، خلى لهم الاستحواذ انهم يديروا البناء من اول خطه ديالهم. رجع اللاعبين ديالنا كيف ما كنشاهدوا، ما كاينش هذاك الضغط بلوك ميديوم ب4-1 ما كاينش ضغط على حامل الكره. والهدف واضح من وليد ركراكي على انه نخلي لك الكره، حيد لنا الصوره خويا حمزه، نخلي لك الكره نسحبك المناطق ديالي باش تحل خضيه الكره، نستافد من نقطه القوه ديالي اللي هي التحولات اللي لعبنا بها في كاس العالم. شخصيا كنت كنقول بانه نلعبوا مع خصومه ترجع للور وترفض دير لينا اللعب وتخلينا مجبرين نديروا لها الضغط المباشر والضغط العكسي. ولكن المدرب ديال تنزانيا شكرا لك، حتى انت اليوم بغيتي تكور وبغيتي تقصر كره، فالنتيجه 3-0. نمشيو للصوره الثالثه اللي عندنا اللي كتوضح الفريق ديال المنتخب ديال تنزانيا كيفاش انه كان كينهج لاعب مباشر في الدار ديال المحورين ديالنا. كانت نيه في الاصل ديال المدرب ديالهم على انه يستافد من ضعف السرعه ديال رومان سايس، ولكن رومان سايس تلاحظوا الذكاء ديالو اللي كيف ما كيبان لكم في الصوره شنو داير،
بقى ليبر، بقى بوحدو وما لعبش لا لورجو، داير كامل باش يسبق في الجري ديال المهاجم المباشر ديال طنزانيا، وشكون اللي قريب باش يغطي على رومان سايس في حاله الا كانت شي كره شايطه؟ هو نايف اكرد. كانوا كيكونوا قراب ملي كتكون ضيع علينا الكره، وملي كنا كناخذوا الكره كانوا كيتحلوا. نمشيو للصوره المواليه، فهنا كيأكد بانه المنتخب الوطني المغربي ملي كنا كنبنيو اللعب. شوفوا معايا في الميليو تيران في السونتر بالضبط شكون اللي واقف على أوناحي، الطريقه اللي واقف هذاك اللاعب على أوناحي كتبين لك باللي الدور اللي كان عاطيه المدرب ديال طنزانيا للاعب باش انه يبقى كيدير الحراسه اللاصقه لعز الدين أوناحي. ولكن عز الدين أوناحي اللهم بارك لعاب اللي خفيف في الوقت اللي كانت الكره ما كتكونش عنده، كيخرج بهذيك لا مركزيه وكيتحرك وكيطلب الكره وكيعطي الحل لصحابه. وبعض المرات كيخرج حتى الاول خط ديالنا كيولي قريب لسفيان امرابط، بعض المرات كيكون قريب لنايف اكرد باش ياخذ الكره ويخلي اللاعب اللي مدير له الماركاج انه يا اما نخرجك من الوضع اللي انت واقف فيه ونخلي لا زون اللي انت خصك دير لا رقابه تخوى، وهنا غادي نكون خرجتك وعطيت لصحابي فرصه ياخذوا لك الكره تما. زائد عندي جوج لعابه واعرين في هذيك المنطقه اللي هو زياش وكذلك اللاعب اشرف حكيمي، ممكن حتى هو يدخل في ظل انه أوناحي كان كيخرج. اولا انه ما تجيش لعندي باش ما تخويش المنطقه ديالك وانا نستافد من الوضع ديالي خاوي وناخذ الكره ونبدا نهاجموا. وهذا الشيء اللي وقع وخلانا نشوفوا ابداع ديال أوناحي اليوم، على انه ملي كان كياخذ الكره كيزيد بها، كيحط اللعابه اصحابه كمحطه وكيديروا معاه الثنائيات اللي خلاتنا نشوفوا البيت الثاني اللي كان بطريقه اللي واعره كيفاش دخل بها، حط له امين عدل الكره وماركيها بطريقه اللي واعره. نمشيو للصوره المواليه اللي توضح لنا المنتخب ديال طنزانيا. هذاك اللاعب نفسه اللي في الصوره اللي كانت قبل كان واقف الأوناحي قريب، ها هو دابا ولا قريب اللاعبين ديال المحور في الوقت اللي أوناحي قرب من يوسف نصيري اللي عطاتنا هنا في هذه الصوره كانهم لاعبين بنظام لعب ديال 5-4-1، ولكن في الاصل هما لعبوا ب 4-5-1. دور مركب ديال اللاعب ديال شاختار دونيتسك الاوكراني، لاعب اللي هو نفسه اللي خضع حمراء في المباراه الماضيه اللي كانت عندنا معاهم، اخر مباراه اللي كنا لعبنا معاهم ربحناهم 2-0 في تيرانهم دقيقه 65 بالعنف ديال هذا اللاعب هذا خضع حمراء. حتى اليوم بنفس الطريقه بالعنف ديالو خضع حمراء، وملي خضع حمراء فعطانا الحمد لله افضليه في الملعب على اننا نسايروا الايقاع ديال المباراه كيف ما بغينا، وخلوا وليد على انه يمشي للبر الامان بالنتيجه. وحتى اللاعبين لعبوا بواحد الاحتياط كبير خاصه بدني، لعبوا بشويه عليهم، ما داروش واحد المجهود اللي هو مضاعف باش انه اللاعبين يطرحقوا كذلك اصابات الى اخره. فالطريقه كيفاش جرى وليد المباراه كانت بطريقه اللي واعره. نمشيو للصوره المواليه، فهنا كيوضح طريقه الوقوف الاصليه اللي بدا بها المدرب ديال المنتخب ديال طنزانيا 4-5-1 في الحاله ديال البناء ديالنا. وليد الركراكي فهو خدم بواحد الطريقه اللي كيف ما كتلاحظوا في الصوره بانه اغلب اللاعبين ديالنا على الاطراف كيطلبوا الكره، وكنخووا لهم المنطقه اللي فيها عدد كبير ديال اللاعبين اللي هو وسط الملعب بحكم الكثافه العدديه. عمروا لينا هم وسط الملعب ب5 ديال اللاعبين، ولكن في الوقت اللي كنا كنبغيو نبنيو كنمشيو للاطراف وكان هو الحل. الزلزولي في بزاف ديال المرات كانت كتوصلوا الكره وكيدير واحد المجهود، ولكن في بعض المرات الانهاء عنده ما كانش كيكون بطريقه اللي هي مزيانه. كذلك في الجهه الاخرى حكيم زياش، الحمد لله حكيم زياش رجع بالزربه في الماتش من خلال هذيك الكره الثابته اللي جا من الهدف الاول اللي ماركاه رومان سايس. فهاد الكره هذه جات في واحد الوقت مناسب، حيت الكواري اللي قبل منهم اللي وصلوا لزياش ضاعوا لزياش، وربما زياش كنعرفوا بانه اللي بداو كيضيعوا عليه بزاف ديال الكواري يخرج لك من المباراه ويخرج لك من المنافسه، بحال اللي وقع في الكان ديال 2019. وكاملين عاقلين على انه بزاف ديال الكواري كانوا كيجيو ما كانش كيستغلهم وفقد حتى هو الثقه في راسو. فالحمد لله دخل في الماتش بهذيك الكره الثابته، ومن بعد فهو كان مستوى ديالو مزيان. كذلك يوسف نصيري كوار اللي جاو وضيعهم، ولكن بالمقابل ملي وصلاتو ديك الكره اللي ماركا فالحمد لله غادا تعطيه واحد الثقه باش يسير المباريات اللي جايين ويكون داخل في المنافسه. التغييرات اللي دار وليد الركراكي بدل اللاعبين ديال الخط الوسط الهجومي والهجوم كاملين، ابتداء من أوناحي، املاح، زياش، الزلزولي وكذلك يوسف نصيري، وعطى فرصه لاعبين اخرين باش يدخلوا في المنافسه.
كذلك باش نستافدوا حتى من هذوك اللاعبين اللي لعبوا، يبقى المخزون ديال اللياقه البدنيه ديالهم والاسترجاع والاسترخاء الى اخره يكون واجدين للمباراه الجايه اللي تكون صعيبه، بحكم انه التوقيت اللي تلعب فيه غادي يكون صعيب بزاف على اللاعبين ديالنا. اللاعبين ديال الخط الخلفي بما فيهم حتى وسط الميدان الدفاعي ديالنا سفيان امرابط لعبهم الماتش كامل، وهذا كيعني بانه الثوابت والحصانه الدفاعيه اللي مهمه وكيركز عليها وليد ما بدلهاش، اللي غادا تعطينا حصانه من طبيعه الحال الدفاعيه اللي تخلينا في كل ماتش نجيرو بالطريقه اللي بغينا. الهدف من الدور الاول ماشي 9 نقاط، ماشي 7 نقاط، ماشي حصيله كبيره ديال الاهداف، الهدف ندوزو باقل الاضرار وباقل جهد وباقل تعب، حيث المباريات المهمه ديال كاس افريقيا حسب تجربه متواضعه وتنتوما تتفقوا معايا، وهي ملي كدوز الدور الثاني والدور الثالث تما كتصعب المباريات وخصك كلشي يكون موجود وكلشي يكون مرتاح وما عندك حتى شي مشكله. الملاحظه على انه وليد ركراكي لعب بواحد الطريقه اللي في الحاله ديال البناء ديالنا الشيبي ما كانش كيطلع بزاف، ما عندوش حريه كبيره على انه يمشي يخدم في الجانب الهجومي، وهذا من شانه علاش باش يعطينا توازن في الجهتين، خاصه في الحاله الدفاعيه من اللي تضيع علينا الكره. الى دفع بحكيمي ودفع حتى بالشيبي فسايس ونايف اكراد يوليو محلولين بجوجهم، تولي الامور صعيبه. فشنو دار وليد؟ كان كيطلع حكيمي كيكوفري به على البلاصه ديالو بنايف اكراد، سايس كيكوفري على نايف اكراد، وكذلك الشيبي كيقرب وكيكوفري في الجهه ديال رومان سايس، وبهكا المنتخب الوطني المغربي كان كيهاجم، ولكن في نفس الوقت كنا كنحميو راسنا من الهجمات العكسيه خاصه المباشره والسريعه ديال تنزانيا، حيت هي الحاجه الوحيده اللي كانوا هما كيشتغلوا عليها. فالمنتخب مباراه مثاليه، تقسيم الجهد، نقاش خاصه في مناطق ديال اللاعبين ديالنا كانوا كيعرفوا يخرجوا الكره في اصعب الاوقات ديال الضغط في المناطق اللي كانوا كيبغيو يضغطوا علينا هما. كذلك الحمد لله بانه المنتخب الوطني المغربي السيناريوهات اللي وقعوا في كاس افريقيا باستثناء السنغال جميع المباريات تخلقوا فيهم المفاجاه، والمفاجاه بصراحه من جايه من عدم الاجتهاد التكتيكي وكذلك الفردي ديال اللاعبين. اللعابه ديالنا الحمد لله داروا بحال السنغال، ما خليناش المفاجاه تكون، ما خليناش هذيك الفرقه تيق في راسها وتباغتنا. شكرا لكم الاخوه، نتلاقاو في الحلقات اللي جايه. الله لقيت مقر ديال السكنه قاديت هذا البلاطو المتواضع باش نديروا لكم حلقات كيف ما بغيتوا، ونديروا حلقات ديال الاسئله الى اخره. ما تنساوناش من الدعم ديالكم، واليوم ان شاء الله غادي نهضروا بالإيكرون تاكتيل بالامور كامله وناخذوا الوقت الكافي حتى اللي ستاتيستيك الامور كامله في الحلقه اللي تكون في ميدي ان تي في. شكرا لكم الاخوه، ونتلاقاو في الحلقه اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.